الكويت تستحق الأفضل، وحملة كاشف نيوز وتبرع بدمك. إخواني، التبرع دم نجاح لحياة إنسان ثاني. وحياكم الله من سوق المباركية وبرنامج مسابقات كاشف نيوز في المباركية. ونلتقي مع الأخ، تعرفنا باسمك؟ خالد المحمد. محمد العيسى من السعودية، الرياض. من الرياض. نعم. حياكم الله. احنا اليوم الكويت والسعودية عينين براس واحد. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. ما في فرق بين الكويت والسعودية أبدا. عادي ولا لا؟ ففي مصطلحات كويتية وفي مصطلحات سعودية. صحيح. نبي استاذ خالد يقول لنا مصطلح وانت ترد عليه بمصطلح معناه عندكم شنو؟ طيب. اول وحده ابو وليد، اول كلمه اللي بنقولها شنو؟ اول كلمه شطرطون. شطرطون شنو طبعا يعني؟ اخوان الكويتيين كلهم ما يعرفون شنو كلمه شطرطون، فنوجه السؤال حق الاخ السعودي يترجمها بالسعودي. شطرطون طبعا في نوعين. شطرطون هذا حق حق الخاص بالسباكه، واللزق اللي يسمونه الشطرطون ايضا. اي اللزاق ايضا يسمونه الشطرطون في كلا الحالتين يعني. صدق انا ما اعرف. نعم. الثانيه عفريته. شنو العفريته؟ العفريته تبع السياره، ترفع السياره، هذه العفريته. زين. الثالثه الوايت. شنو الوايت؟ اي وايت قصدي يعني. الوايت. الوايت حق المويه. حق المويه. اسميه الماي. اي لا 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 الوايت قصده بالسياره نفسها اسمها وايت. اي نعم، التنكر يسمونه تنكر انتم. اي نعم. تنكر باللغه العربيه صهريج. زين. نعم. اخر وحده اللي هي اللي. اللي شنو يعني اللي؟ اللي حق المويه العادي، خرطوم. ترجمه. كيف؟ ما يعرفون شنو اللي. اللي هذا تبع الماء، اي لي طويل سواء خرطوم. نعم بالهوز بالضبط. اي زين. هذا الحين عرفنا المصطلحات هذه. في بعد ولا خلاص؟ والله اذا بتقعد قاعد اصل. لا اذا تتذكر اي كلمه. شنو؟ رفرف. ايه الرفرف خاص بالسياره يعني قصدك. شنو؟ رفرف نفس زي ما هو. اللي على اليمين واليسار لا كلها سواء كان السياره. انتم تسمونه بلهجتكم. اي احنا نسميه رفرف عادي. صدام. ايه صدام مقدمه السياره. نعم. نعم صحيح. زين. نبي سؤال ثاني الحين. خلصنا ولا بعد؟ والله بتقعد لا بس خلاص عندهم. لا اكتب هنا. عندي سؤال بس. لا اخواننا والشقانه السعوديه عندهم مفردات كثيره، يعني صراحه الشعب الكويتي يجهلها. ما في مسلسلات وافلام واضحه يعني غير طاش ما طاش. اليوم المسلسلات الكويتيه منتشره، فهم يعرفون مفردات الكويتيه كل ابوها. منو جاينه الحزه، حاتيك ما يعرفونها ترى. فدائما لما نروح عند اهلنا بالسعوديه دائما يسألوا منو جاينه الحزه. قلت منو جاينه حزه، تسال نفسك انت مستغرب، ما تقولها للضيف. هذه كلمه بينك وبين نفسه. مستغرب منو جاينه الحزه، بس الضيف اروح اقول له منو جاينه الحزه كني اطرده. الشغله الثانيه احاتيك، يعني بالي وياك، من شغل بالي عليك. فما هي الكلمات هذه اذا ما عرفوها من المسلسلات. طبعا هم يحبوننا، من كثر ما يحبونا يطقطقون علينا وايد، طنازتهم وايده علينا. هذا دليل حبهم لنا. من يشوفونا هناك من الكويت يا معود ويا معود وطلقني يا جاسم ومكبوس دياي والكلام الحلو اللي احنا نحب طقطقه اخواننا السعوديين علينا، لان شنو هم اشقائنا، ومن كثر ما نحبهم نحب غشمرتهم يعني. صحيح. فهم ما يقولون غشمره، يقولون مزاح. هم يقولون ما تطنز، يقولون نطقطق. هم يعني كلمات كثيره. وبعدين من دوله الى دوله ثانيه، وجده ومكه شرف الله عندهم لهجات تختلف اختلاف كلي عن اهل الرياض وعن اهل القصيم. والقصيم لمو وحايل لها لهجه ثانيه تختلف، والحساويه لهم بعد القطيف وعنك وسيهات، والمناطق هذه تختلف كل الاختلاف عن اهل الرياض. فاحنا تحيه من حبنا لكم، نتكلم مفرداتكم ونعشق مفرداتكم، واحنا وياكم مثل ما قال اخوي حسون عينين براس وحده. اخر كلمه لي اني انا بقول للاخ قبل شوي ويتكلم عن اللهجات الكويتيه، انا ودي اعرف حاجه وعندي معلومه عنها، بس هل صحيح ان التجاره قديما بينكم وبين الهند لها تاثير في الكلمات او اللهجات؟ نعم صح، لان اكثر المصطلحات هنديه، لاحظتها كلها اغلبها هنديه. لما سالت واحد كويتي قال كل الكلمات اللي تشوفها يعني شويه غريبه
ازيدك من الشعر بيت؟ سمك تفضل. قبل 1960 كانت تتعامل هني في العمله الهنديه الربيه والآنة والبيزه، هذه كلها عمله هنديه. كانت ما تسمى الهند انديه، تسمى ماما انديه، لان ماما انديه نجيب منها الشاي والشكر والخشب اللي اشتهرنا فيه صناعه السفن، وقمنا نبحر في البحر. ويون اخواننا الخليجيين وجهه رزق اشتغلوا هني في الكويت، مع ان الكويت ذاك الوقت ما عندنا ماي. فشنو ازدهارنا بروحتنا ودخولنا في البحر ان نجيب الخشب من هناك ونصنع فيه السفن، وصرنا تجار في اللولو، واشتهرنا بين دول اشقائنا الخليجيين. عرفت شلون؟ تلقى العماني والاماراتي يقول انا قضيت من عمري. مو مجرد تجاره لولو، الكويتيين ودول الخليج اللي على الخليج العربي ايضا اشتهروا بحاجه اكثر من هذه كلها، وهي الدعوه للاسلام. يعني ترى اغلب اللي في شرق اسيا او سواء اللي معهم تجاره وعلى اتصال، ترى ما انتشر الاسلام الا عن طريقهم. صحيح. هذه احنا نقول شكرا لكم ما قصرتوا، بنعطيكم كل واحد هديه مقدمه من قناه كاشف نيوز. استاذ خالد تفضل. شكرا لك اخوي. حياكم الله وشكرا لكم. حسون الشمري من سوق المباركيه.